نلتقي معكم على هامش فعاليات المؤتمر الشعبي العام السادس عشر للجبهة. دائما في مثل هذه الحوارات نلتقي مجموعة من الشخصيات الوطنية، سواء كانت صديقة ولا شقيقة مقربة من نضال الشعب الصحراوي. دائما ما كانت توجه تلك الرسائل القوية لنضال وكفاح هذا الشعب الذي كافح أكثر من 40 سنة. هو مناصر القضية، غني عن كل التعريف، يعرفه القاسي والداني، خاصة بتلك التغريدات الهامة جدا التي كانت دائما توجه الرأي العام الوطني، ولكن كذلك كانت تصيب الأعداء بسهام قاتلة حتى لا يتجاوز حد الخطوط الحمراء، خاصة في العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والصحراوي، ولكن كذلك حتى لا يتجرأ حد على وصف نضال الشعب الصحراوي بأي توصاف ربما لا يتقبلها عقل. أهلا وسهلا بك إسماعيل الشيخ. يا أهلا وسهلا، مرحبا. في هذه المقابلة في البداية هذه محطة هامة جدا، نعرف بأنها محطة مفصلية، نعرف بأنه مخاض تعيش الشعب الصحراوي بكل صراحة، مخاض نحو بر الأمان، نحو الأفضل، نحو الكفاح، كذلك مواصلة الكفاح المسلح. رسالتك أنت للصحراويين كاملين، مشاركتك أنت باسم موريتاني باسم الشعب الموريتاني في هذه المحطة الهامة جدا، ولكن فيه رسائل كثير جدا للأصدقاء والأشقاء ولكن للأعداء كذلك. شوف، للأمانة الصحراويين تحولوا من حركة تحرر إلى منبع للتحرر، لأنه رسائل هذا المؤتمر رسائل تدل من أهمها أنه لا شيء ثابت في رحلة التحرر، لأنه يناير 2022 كانت السلطنة خيا مقهورة ومحتقرة ومظلومة ومسجونة. يناير 2023 استقبلها الصحراويون استقبال الأبطال، وصارت جزء من المؤتمر، من قيادة المؤتمر هم السادس عشر. في 12 شهر من النضال خلاص المرأة أوصلت رسالتها إلى الداخل المغربي وإلى الشعوب الجوار وإلى المناطق الصحراوية اللي وقعت تحت السيطرة المغربية، وحتى إلى المخيمات. معناها أنها تحولت من ضعيفة إلى قوية، وهذه هي حكاية الشعب الصحراوي اللي احتضنها الصحراويون وذابوها على نضالها وكافئوها عليه بشكل واضح ورسالة واضحة. أنا أعتقد أنه النضالات الصحراويين سواء منها ما كان سياسيا أو عسكريا أنها ملهمة وأنها مربكة للسياسة والجيوسياسة، وأن المقاتل الصحراوي منذ استعادة الكفاح المسلح أنه رسالته هي التي ستمر سواء عبر مجلس الأمن أو عبر الجوار الإقليمي للدولة الصحراوية. من ناحية أنا أنصح الصحراويين بأنهم لا يفهموا ما كان من تعدد للآراء داخل البوليساريو أنه صراع على السلطة، لا، لأنه الكل نفس الحال، الكل لاجئ والكل يريد وطنه الأصلي، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر كان ثري جدا، سواء ما كان من ما قبل المؤتمر من الندوات أو ما هو الآن، لأنه في النهاية الكل صحراويون قادة ومقودين، مترشحين ومؤتمرين ومنتخبين، لأنه هذا حدث فيه انتخابات رئاسية. أنا كنت أتوقع حتى أنه نشوف المراقبين الأفارقة لهذه الانتخابات، لأنه في الحقيقة هذه دولة عضو في الاتحاد الأفريقي وهذه انتخابات رئاسية، لكن الصحراويين بما أنه ديمقراطيتهم عندها فيها حيوية خاصة وفيها زخم، وبالتالي ما في حملة انتخابية بالمفهوم الكلاسيكي لأنها ديمقراطية ثورية. وبالتالي أنا أعتقد أنه إذا أنتم من يعطينا الدروس في أفريقيا وفي الجوار بالنسبة للرسائل الموريتانيين، أنا شايف أنه الموريتانيين بدأوا مؤخرا منذ استعادة الصحراويين لزمام المبادرة بدأوا يكتشفون الفاجعة الصحراوية، خاصة الشباب. للأمانة لا يمكن أن تقول رأيا عاما، ولكن بدأوا يفهمون أن هنالك شعب مظلوم، لأنه الشباب الموريتاني يزيد على 65% منهم تحت 25 سنة، وهذه أكثر من نصف المجتمع الموريتاني شاب، ليست لديها علاقة مباشرة مع القضية الصحراوية. والصحراويين كذلك كانوا مقصرين في تسويق قضيتهم، لكن مع استعادتهم لزمام المبادرة
ووجود الإملاءات المقاتل الصحراوي الذي جاء بإسرائيل إلى المنطقة، أعتقد أنه بدأ الموريتانيون يفهمون، وبدأت القضية الصحراوية تتجسد بشكل أوضح أمامهم من الناحية السياسية. ونحن في موريتانيا كدولة لا نعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لا نعترف بوجود حدود مغربية موريتانية، نعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، ولكننا حياديون في الصراع العسكري. لماذا نحن حياديون؟ لست أدري. لو كنت في القرار السياسي الموريتاني لكان ثمة حديث آخر، بمعنى أنه على الأقل إن لم نساعد الشعب الصحراوي في استعادة أرضه وحقه وتقرير مصيره، فلن نساعد المغاربة على فرض الأمر الواقع، لأنه فيه تناقض بين ما كان من اتفاقية مدريد بيننا وبين المغاربة وما يسميه المغاربة استكمال الوحدة الترابية، لأن استكمال الوحدة الترابية قتل عمل اتفاقية مدريد وتدخل في الشؤون الداخلية الموريتانية، لأنه نحن كموريتانيين كنا طرفا في الصراع على الصحراء الغربية ولم نعد طرفا. لكن بما أننا إخوة صحراويون ولدينا جوار يمتد ل 1700 كيلومتر مع الجمهورية العربية الصحراوية، أنا أعتبر شخصيا أننا مقصر على الأقل من الناحية الرسمية، لأنه لا توجد سفارة في نواكشوط، سفارة للجمهورية العربية الصحراوية في نواكشوط، في حين أنه في سفارة صحراوية في جنوب أفريقيا، سفارة صحراوية في الجزائر، سفارة صحراوية في نيجيريا. لماذا؟ لست أدري، وهذا يعني من جوانب التقصير الموريتانية بكل أمانة يعني. سؤال أخير باش نختم هذه المقابلة. يعني لا يخفى بأنه باختصار شديد، لأنه المنطقة السياسية والجيوسياسية والاستراتيجية المحيطة بنا كذلك لها يعني تأثيراتها على المشهد السياسي اليوم اللي نحن نعيشوه في هذا المؤتمر الشعبي العام. حتى الأزمة الأوكرانية والجفاف والأزمة الاقتصادية والأزمات اللي يعيشها العالم والتحولات اللي ظهرت في أوروبا الآن والمواقف الآن يعني المتغيرة مع المصالح الاقتصادية وغيرها وكذا، هل هذه يجب أن نضعها في الحسبان كذلك، ولها يعني شو نقولوا لها يعني تأثيرها المباشر، ولا يعني بشكل ما على القضية الوطنية الصحراوية اللي نحن فعلا واقع نعيشوه وديمقراطية فتية وعلاقات، ولكن لازم نستحضروا كذلك يعني الواقع الإقليمي والجهوي. بكل تأكيد أنا أعتقد أنه قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقرار المحكمة الأوروبية بخصوص فتح القنصليات في الأول، قنصليات الإفريقية في الإقليم باسم دولة هي سلطة الأمر الواقع اللي هي المملكة المغربية، ولكنها ليست المالك الأرض. ستتقدم بوليساريو بطاعون. المغرب ليست موقعة، ولكن الدول التي فتحت قنصلية منها ما كان موقعا، وبالتالي هذا انتصار قانوني، وسيبدأ هنالك حراك قانوني دبلوماسي في إفريقيا. ثم إن قرار المحكمة الأوروبية يدل على أنه هنالك ذروة مسروقة بمنطوق القانون الأوروبي الذي ليس عربيا وليس إفريقيا. فيما يتعلق بمجلس الأمن، مجلس الأمن ليس على قلب رجل واحد. إذا نجح الكبار في وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أعتقد أن نجاحهم سيتعدى إلى الإقليم، وأعتقد أن المبعوث الأممي سيكون طليق اليدين اللي هو ديمستورا، لأن الصحراويين يحاربون لكنهم لا يرفضون السلام، وهذا ما كان واضحا من خلال التقرير الأدبي للأمين العام البوليساريو بالأمس الذي استمعنا له كمراقبين. وبالتالي فالصحراويون الآن يعتبرون أنفسهم في حالة حرب، لكنهم يمدون يدهم للسلام بكل بساطة بشروط المقاتل الصحراوي وليس بشروط الأمر الواقع. باختصار شديد السؤالين كلهم في 10 ثواني. يعني توقيف إطلاق النار من عدمه يعني كيف سيؤثر على القضية الوطنية؟ باش نعطيك سؤال ثاني. يعني ضرورة مواصلة كفاح المسلح، هل أنت مع؟ أنا أعتقد أن الصحراويون إذا أوقفوا إطلاق النار بدون مكاسب سيعودون إلى المربع الأول لما قبل 2020. سؤال أخير إسماعيل، أنت تشن عليك حرب دائما في مواقف التواصل بعد الأقلام المغربية، الأقلام البسطيلة مثل ما نقولوا. يعني شيء كلمتك أنت توجهها لهذه يعني الأعداء الموجودة وهي الناس تشكك في وطنية إسماعيل وكذلك إخلاص بالقضية الوطنية الصحراوية؟ أنا أعتقد أن القضية الصحراوية تعنيني في الوجدان، وتعنيني كمراقب، تعنيني كموريتاني،
وأنه المغاربة ليست لدي مشكلة مع الشعب المغربي شقيق، لدي مثقفون مغاربة أقرأ لهم وأحترمهم، لكن ما أسميه أنا المدجنة العظمى التي يعني تم تأميم الحديث عن القضية الصحراوية لها وحدها في المجتمع المغربي، خاصة في بعض المدونين والصحافة، أنا أعتقد أنهم لا يؤثرون، لأنه أنا أقمت قطيعة ابستمولوجية، ويعني أنت سلخت من هذه المصطلحات أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا الكلام ليس سياسيا وليس واقعيا وليس صادقا، وبالتالي يعني أقمت قطيعة ابستمولوجية مع هذه البروباغندا منذ زمن بعيد. شكرا جزيلا اسماعيل الشيخ.